طبعا كلنا من شوية شفنا مباراة الأهلي ومازيمبي واللي انتهت بفوز الأهلي على مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء وصعود النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا. في البداية طبعا هنتكلم عن أهداف اللقاء ونحللها هدف هدف. أما الهدف الأول وطبعا سجله عبد المنعم، الكرة كانت ضربة ركنية على طول بيلعبها المتخصص علي معلول، ويطلع عبد المنعم على طول بتكنيك ولا أحلى ولا أروع، يحط الكرة بدماغه في المرمى وتفلت من إيد حارس المرمى وتدخل جول. ولو وقفنا الحتة دي هتلاقي على طول ان في 3 لعيبة بيكونوا موجودين على طول على القايم القريب، ولو عدت من لعيب هتلاقي التاني. رقم 1 عبد القادر، رقم 2 عبد المنعم، ورقم 3 وسام ابو علي. لو عدت من واحد هتلاقي التاني. طيب هل دي الضربة الركنية الوحيدة اللي اشتغل عليها النادي الاهلي؟ اقول لك لا. بص معايا كده، الضربة الركنية دي اللي بيرفع علي معلول بشماله على طول هتلاقي عبد القادر طلع ركب الكرة على طول، ولكن حارس المرمى طلعها. هتلاقي ان في 3 لعيبه برضو على طول على القايم القريب. قطع عبد المنعم اللي هو رقم 1، عبد القادر بيكون واقف قدام حارس المرمى وبيطلع على طول على القريبه، وراهم هتلاقي على طول وسام ابو علي. من اللي بنشرحه ده اقدر اقول لك ان في شغل بيتعمل على الضربات الركنيه داخل النادي الاهلي، ودي حاجه لازم نشيد بيها لاننا نادينا من المكان ده ان يكون في شغل على الضربات الركنيه للنادي الاهلي، لان كان في مباراه من المباريات للنادي الاهلي جاله 12 ركنيه ولم يتم استغلالها الاستغلال الامثل. نروح للهدف الثاني واللي هتلاقي ان النادي الاهلي عامل فيه ستريتشنج للملعب، وكمان كولر كان مطير الباكين اللي هم محمد هاني وعلي معلول. الكره على طول بتروح لعبد المنعم اللي على طول بيلعبها مع امام، وركز كويس جدا على امام عاشور لان امام هتلاقيه عمل سكان مرتين ناحيه علي معلول عشان يتاكد ان عبد القادر هيضم لقلب الملعب وياخد معاه الباك اليمين عشان يفضي مساحه لعلي معلول وتتلعب له الكره فيها. بعد ما امام على طول عمل السكان، عمل على طول الباص لعلي معلول. ولو وقفنا هنا هتلاقي ان وسام ابو علي بيمد ايده لعلي معلول وبيطلب منه الكرة في المساحة الفاضية لخلف دفاع مازيمبي، وطبعا تقدم دفاع مازيمبي ادى لوجود مساحة كبيرة جدا خلف دفاعه، وعلى طول علي معلول بيعمل الكرة بالمسطرة لوسام ابو علي اللي لسه بقول لكم من شوية طلب الكرة في المساحة، وعلى طول الستارت كمان بتاع السبرنت بتاعه كان متوافق مع التايمنج اللي بيلعب في الكرة علي معلول، على طول يحطها لوسام ابو علي. وطبعا مش هتكلم كتير عن الفينيشنج بتاع وسام ابو علي، هو الفينيشنج بيتكلم عن نفسه وبيقول ان ده المهاجم اللي كان محتاجه النادي الاهلي من زمان جدا. اخر حاجة هنتكلم عليها وهي اكرم توفيق. اكرم توفيق الراجل اللي قدر يشيل هدف محقق بالنسبه لمازيمبي، وهقول لكم دلوقتي الهدف ده كان خطأ في الرقابه ومين اللي اخطأ في الرقابه، وكمان قدر يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي، ده غير الاداء الرجولي اللي عمله طوال 90 دقيقه. بصوا معايا هنا، الكره بتتلعب ركنيه لمازيمبي وعلى طول بيجي واحد من اخر الدنيا ويسدد الكره، ولكن طبعا اكرم توفيق بيطلعها. لحد هنا طبعا محدش واخد باله الراجل اللي جه من اخر الدنيا ده كان مع مين، ولكن بعد ما الكره اتعادت من الزاويه دي اتاكدت ان محمد هاني هو اللي كان مفروض مكلف برقابه الراجل ده، وعلى طول محمد هاني هتلاقيه بيلف وشه يبص على الراجل اللي بيلعب الركنيه، ونسي ان هو كان المفروض يجري او يكمل مع الراجل اللي راحت له الكوره وسددها، ولكن طبعا لولا ستر ربنا اكرم قدر انه يشيل الكوره. اما عن هدف اكرم توفيق اللي كان فيه ذكاء كبير جدا، حتى لما استلم الكرة من امام عاشور وقدر انه يدوس عليها وزق الكرة زقتين كده جوه منطقة الجزاء وسدد الكرة على الارض، ودي بتكون صعبة جدا بالنسبة للحارس الطويل. وطبعا دي مش صدفة، هو خد باله ان كان في كرة من بيرسي تاو لعبها على طول بيرسي تاو على الارض، والحارس ما قدرش ان هو يوطي يجيبها وعدت من تحت ايده وخبطت في العارضة وقدر انه يشيلها بعد كده. اليوم مبروك للنادي الاهلي صعوده لنهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله النهائي السنه دي عربي، النادي الاهلي هيواجه الترجي التونسي. بنتمنى طبعا قمه عربيه يسودها الروح الرياضيه، ولكن طبعا احنا كمصريين بنتمنى فوز النادي الاهلي زي ما من حق اي حد تونسي يتمنى فوز نادي الترجي. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان انا اكون وضحت ولو جزئيه بسيطه من اللي حصلت في المباراه. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.